التقوى معناها أن يجدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. مش فاهم. معناها إنك تجعل بينك وبين غضب ربنا سبحانه وتعالى وزعله منك مسافة. يعني إيه؟ يعني تشوف الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزها وتعملها. أمرك تصلي، أمرك تصوم، أمرك تذكر، أمرك تعمل الحاجات دي كلها، أمرك تصل رحمك، يلاقيك بتعمل كده. في نفس الوقت أمرك ما تسرقش، ما تكذبش، ما تمدش إيدك الحرام، ما تبصش على الحرام، يلاقيك ما بتعملش كده. طيب ما أنا طبيعي إن أنا هغلط، وطبيعي إن أنا يعني مش هكمل كده على طول. عشان كده العلماء فسروها وقالوا أن يغلب على يومك وشهرك وسنتك انك بتبقى ان يجدك حيث امرك ولا يجدك حيث نهاك. مطرح ما ربنا امرك يلاقيك بتعمله، ومطرح ما نهاك عنه يلاقيك ما بتعملوش. طب انا لو اتقيت ربنا ايه اللي هيحصل لي؟ التقوى هي بداية الوصول للإحسان، والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه. تعبد ربنا سبحانه وتعالى كأنك شايفه بالظبط، فتتصرف في الحياة كأنك شايف ربنا سبحانه وتعالى في